بيبدأ فيلم النهاردة مع الممثلة الكورية جو اللي مترشحة لجائزة أفضل ممثلة في العالم، بس بيبان إن في منافسة شرسة مع ممثلات أصغر سنا منها. من ضمن فريق العمل بتاع جو هو مصمم الأزياء بارك، اللي بيتصدم يوم حفلة إعلان الفايز إن جو عملت عملية تجميل في شفايفها ولسه قدامها كام يوم لحد ما شكلها يظبط شوية، فبيطلب من مدير أعمالها يتواصل مع مسؤولين الحفلة ويعرفهم إنها مش هتقدر تحضر، وبيقول لجو انت تخليكي في البيت بقى لحد ما نشوف حل للمشكلة دي. فعلا بتقعد جو تتابع أحداث الحفلة من التلفزيون هي والكلب بتاعها، بس بتتصدم إن في ممثلة صاعدة أخدت الجايزة مكانها. على الجانب الآخر من المدينة بنشوف طالبة ثانوية اسمها داني، واللي بنعرف إنها بتشتغل علشان تسدد احتياجاتها لأنها يتيمة، لكن في الوقت ده بتتعب شوية كده فبتروح علشان تكشف، لكن هناك بتتصدم انها حامل من حبيبها اللي سابها وهرب من فترة، وطبعا ما بتكونش عارفة تتصرف ازاي. اما جوفا بتقرر تروح الحفلة وهي متخفية وتتابع الموضوع عن قرب، بس بتتفاجئ لما بتشوف حبيبها المنتج الشاب سانج وهو هايص ولا على باله اختفائها تماما. واول ما بتدخل الحمام بتسمع الممثلة اللي كسبت الجايزة وهي بتشتم عليها، وبتقول لصاحبتها ان جو دي بقت عجوزة خلاص وعفى عليها الزمن. فبتطلع جو من الحمام وبتحاول تهينها وبتقول لها اتدربي كويس يا حبيبتي بالتوفيق. وبعد كده بتطلع تقعد مع سانج وهي متضايقه لان المفروض وعدها يقول اسمها على المسرح حتى لو ما كسبتش، لكن وقتها بتاخد بالها ان الخاتم اللي جابته له هديه مش موجود في ايده، بس هو بيقدر يضحك عليها بكلمتين وبيعدوا الموضوع، فبتديله عديمه الكرامه سلسله هديه لان عيد ميلاد امه بكره. المهم تاني يوم بيكون بارك متضايق على الاخر، وده لان جو ما بقاش يجيلها ادوار كويسه زي الاول، وده بسبب فضايحها الكتير مع الشباب الصغيرين. لكن عامه بنلاحظ ان اول ما جو بتوصل الكل بيرتبك وبيخبط في بعضه علشان عارفين قد ايه هي مغروره، ولو عرفت ان ما جالهاش شغل هتنفخهم كلهم. هي بقى اول ما بتلاحظ وجود ممثله شابه في المكان بتحذر بارك وبتقول له اوعى تكون هتجيب ممثله جديده تدربها وتركني على الرف، لكن بارك بيطمنها وبيجيب البنت تقعد معاهم، بس اثناء ما بيتكلموا بتوصل صور لجو بتخليها في حاله صدمه لان الصور تخص حبيبها سانج مع واحده يعرفها، فبتروح لجو فورا على بيته، لكن بتتصدم بالبنت هناك اساسا. وكمان اللي بيخليها تتضايق اكتر ان السلسله اللي قدمتها هديه لسانج اداها للبنت دي، وبتفهم بقى اخيرا انه كان بيستغلها طول الفتره اللي فاتت، فبتفضل تشتم فيه لحد ما بتمشي. المهم بعدها بيروح لها بارك وبيحاول يخفف عنها شويه، وبيعرض عليها كمان تيجي تتغدى مع اسرته تاني يوم. بالفعل تاني يوم بيتجمعوا كلهم في بيت بارك، وبتفضل ساعتها جو تلعب مع ابنهم وهي مبسوطه، وبيتغدوا بعد كده سوا مع باقي الفريق بتاع جو. لكن وقتها بتفكر جو مفاجاه من العيار التقيل، وبتقول لهم انا اشتغلت كتير في حياتي وخلاص كبرت في السن وخايفه اكبر اكتر من كده وانا لوحدي من غير عيله، وبصراحه كده يا جماعه انا عاوزه اكون ازاي وليه وامتى انا ماليش دعوه. فبياخدها بارك وبيروحوا لدار الايتام علشان تتبنى طفل، لكن سمعتها السيئه بتخليها غير مؤهله لكده اساسا، وكمان بتعك في الكلام مع مدير الدار فبتردها هي وبارك. طبعا بارك وقتها بيكون متضايق وبيقول لها ان الامومه مش للجميع خلي بالك، بس هي وقتها بتخطر على بالها فكره مجنونه وبتقول له انا لازم اورث جيناتي الخطيره دي للعالم، وبتقرر تروح لدكتور علشان تعمل عمليه تلقيح وتبقى حامل، بس الدكتور بيديها صدمه حياتها وبيقول لها انت كبرتي خلاص وقطر الخلفه فاتك ومش هينفع تعملي عمليه خطيره زي دي. وطبعا وقتها بتنفعل جو وبتدخل في حالة نكران للي بيحصل. على العموم أثناء ما كانت نازلة في الأسانسير وهي مكتئبة بتشوف داني لأول مرة، لكن بتلاحظ إن الناس بيتنمروا عليها لأنها حامل وهي صغيرة جدا في السن، وبتاخد بالها إن داني متوترة ومش عارفة ترد، فبتقرر هي تجيب لها حقها وبتشتم الراجل اللي اتكلم ده وبتدعمها كمان وبتقول إنها بنتها، وبتاخدها بعد كده وبتطلع لسطح المستشفى يتكلموا شوية، وبيتضح ساعتها بقى إن داني سمعت بحكاية سانج وخيانته لجو لأنها انتشرت في كل الأخبار، فبتقول لها أنا كنت بشوفك في التلفزيون دايما مبسوطة وسعيدة، وطبعا ده عكس وضعها الحالي تماما، وبتأكد لها إن التظاهر ده حاجة صعبة جدا، بس هي علشان ممثلة بتقدر تعمل كده بسهولة، وبتشكرها على دعمها في الموقف اللي حصل من شوية، وبتنزل تقابل الدكتور لأنها عاوزة تنزل الجنين، لكن بتروح جو وراها وبتحاول تقنعها بكل الطرق إنها تحتفظ بيه، وبتخوفها وبتقول لها انت لو نزلتيه ممكن ما تعرفيش تخلفي تاني، لكن بتنفعل داني عليها وبتقول لها انا لسه طالبه وسن صغير انا مش هقدر اشيل مسؤوليه الطفل ده، فساعتها بتقترح جو عليها انها لو خلفت الطفل هتاخده منها تربيه. المهم بالليل لما بارك بيعرف بالموضوع بيروح لجو وبيلوم عليها وبيقول لها خلي بالك ان دي حاجه غير قانونيه وما ينفعش تعملي كده، لكن
لكن جو بتقول له انا عاوزه الطفل ده بشده، وقالت له انها مستحيل تغير رايها اثناء فتره الحمل. وبتفضل تستعطف بارك وبتقول له ان داني كانت هتنزل الطفل وده ما يرضيش ربنا. على العموم بنعرف ان داني عايشه مع اختها وحبيبها، واللي بتقول لها ساعتها انا عندي اختبار رسم في المدرسه ولو قدرت اكسبه هاخد منحه واكمل تعليم، بس لازم ادخل فتره استعداد طول فتره الاجازه علشان اكون جاهزه. لكن بيبان ان اختها مش في دماغها اساسا ولا كان فارق معاها. المهم تاني يوم وهي رايحة المدرسة بتشوف يافطة كبيرة كده في الشارع، وبتفهم ان حبيبها اللي ضحك عليها اخد منحة وهيسافر امريكا هيشارك في بطولة الجولف هناك. بس واثناء ما هي بتكون واقفة بتاخد بالها ان جو وصلت بالعربية، فبتركب معاها وبيتحرك بارك بيهم. بس وقتها بتتفاجئ جو ان داني قبلت الصفقة بتاعتها ولكن بشروط، اولهم انها تاخد 100 مليون وون يغيروا حياتها، وكمان هتقعد مع جو خلال فترة الحمل علشان تاخد بالها منها ومن الجنين. بس يعني رغم كل الطلبات دي بتوافق جو على طول. بالفعل بتروح داني تعيش مع جو في بيتها، واللي من غير مقدمات كده بتديها جو ورقة فيها قوانين البيت، وبتقول لها ما ينفعش تثقي في حد ولا تعجبي بحد، وكمان مش هتخرجي من البيت ده نهائي لحد ما موعد الحمل يخلص، وكل حاجة هعملها هتكون علشان طفلي اللي في بطنك حاليا. وعلى العموم بتبدأ جو بقى تهتم بأكلها وراحتها طول الوقت، وده يعني علشان الطفل يبقى قوي ومتغذي بشكل صحيح مش أكتر. وبتفضل كل يوم على النظام الصارم ده لحد ما بيرجعوا للدكتور علشان يطمنوا على حالة الجنين. الدكتور ده اللي ما كانش عاجبه الوضع خالص، وبيقول لجو انه مستحيل يولد داني عنده ومش عاوزهم يرجعوا له مرة تانية. لكن جو مش بتهتم وبتفضل تسأله عن حالة الجنين، وبتفهم كمان ان الحالة النفسية لداني مهمة جدا في الأوقات اللي زي دي. المهم بعدها بتقعد جو تتكلم مع داني شوية، وبتعرف منها ان حبيبها السابق سانج هيشارك في فيلم جديد، فبتقرر تاخد داني وتروح على هناك علشان تضايقه. بتدخل في البداية كده اجتماع الممثلين بكل غطرسة كده وبتلقح على سانج بالكلام، بس بيبان ساعتها ان محدش من زمايلها كلهم طايقها اساسا. بس عامة بتقرا نص السيناريو هي وممثلة شابة كده في نفس الوقت بانفعال، بس ساعتها بتتفاجئ جو ان الممثلة دي هتاخد دور البطولة منها، وطبعا بتتضايق ساعتها وبتنسحب من الاجتماع فورا. بترجع بقى بيتها وهي حزينة وفقدت الشغف خلاص، بس داني لما بتشوفها بتحاول تخفف عنها وتتكلم معاها. المهم تاني يوم بتيجي لجو فكرة مجنونة كده، بتستدعي الصحفيين وبتعرفهم انها حامل في الشهور الاولى، وطبعا الكل بيستنتج ان الطفل ده يبقى سانج. وبترجع بقى اخبار جو تتصدر الصحف من جديد، بس المرة دي الكل كان متعاطف معاها وبيقلبوا على سانج. اول بقى ما بيعرف بارك بالموضوع بيزعق معاها وبيقول لها تعملي ايه لو غيرت رايك في موضوع الطفل ده، وكمان الحاجه اللي بتتبني على كذب مصيرها تتكشف وكده الصحافه هتفضحك في كل مكان. لكن جو خلاص حست بالشهره والنجوميه من جديد، وده طبعا بمثابه الغذاء لشخصيتها النرجسيه ومستحيل تسيبه ولا ترجع في كلامها. ده لدرجه انها من تاني يوم بتبدا تاكل كتير علشان تبان اتخن يعني قدام الكاميرات ويتاكدوا انها حامل. فبتتكلم وقتها معاها داني عن حبيبها اللي هيسافر النهارده بطولة الجولف، واللي بنكتشف انه لما عرف بحملها اداها خاتم امه علشان تبيعه وتنزل الجنين. بس الكلام ده بيضايق جو جدا، فبتقرر تاخدها ويروحوا يفضحوه في المطار. بالفعل بيوصلوا على هناك وبتفضل جو واقفه بعيد كده تراقب الوضع، وداني بتروح لحبيبها الخسيس وبتديله بالقلم على عمايله معاها علشان تشفي غليلها، وكمان امه في الوقت ده كانت موجوده فبتديها الخاتم وبتكشف لها حقيقه ابنها. بتمشي بعد كده مع جو وهي طايره من الفرحه، وكانت حاسه طبعا انها انتقمت فعلا، وبيبان ساعتها ان علاقتها بجو بقت احسن بكتير. المهم لما بترجع جو المكتب بتكتشف ان جالها شغل كتير جدا بسبب شهرتها اللي رجعت من جديد، وبتفهم ان موضوع الحمل ده اثر عليها بشكل ايجابي وهترجع تتصدر الشاشات من تاني. بتبدأ بقى جو ترجع للاعلانات والكل يتكلم عنها، وبتنشغل جدا في الشغل والاضواء، وطبعا بتضطر تعمل بطنها منفوخة من فترة للتانية. اما داني فبتكون قاعدة مع واحدة صاحبتها يتكلموا شوية، واللي بتقول لها حاولي ما تتعلقيش بجو قوي لان بعد الولادة كل واحد فيكم هيروح لحاله. المهم بتتفرج داني بعد كده على جو في لقاء تلفزيوني وهي بتتكلم عن الأمومة، بس بيبان ساعتها انها متضايقه جدا لانها ما بقتش تهتم بيها زي الاول. على العموم بتوصل لجو اخبار ان سانج بقى عاطل عن العمل بعد الهجوم اللي حصل عليه في كل المواقع بسببها، فبتفرح جو جدا وقتها، وبعد كده بتجهز نفسها علشان تقعد مع اشهر مذيع في البلد كلها. اول بقى ما بتروح بتكون فرحانه على الاخر، وكانت بتحاول تشارك داني في الموضوع، بس داني بتكون بائسه على الاخر وخايفه من فكره الحمل. بس مع ذلك جو ما بتكونش حاسه باي حاجه، هي كانت مبسوطه وخلاص لان المذيع عرض عليها يتغدوا سوا ودي فرصه عظيمه جدا بالنسبه لها.
بالفعل بتروح تقعد معاه وبيتكلموا شوية، وبيبان وقتها انه معجب بيها لانه بيسألها عن علاقتها ببارك، بس هي بتقوله لا ده صديق عمل مش اكتر. بتفضل بقى داني في البيت حزينة ومكتئبة ومش عارفة تعمل ايه، خصوصا ان جو اهملتها جامد من بعد ما رجعت للشهرة من تاني. وتاني يوم بتلاحظ داني انها ما بقتش مهتمة اصلا بموضوع الطفل خلاص، بس ده بيضايق بارك وبيخليه يتعاطف مع داني وبيديها بطاقته الائتمانية تشتري منها اللي تعوزه. بيتحرك بعد كده مع جو اللي ما كانتش مركزة غير مع السوشيال ميديا والاخبار اللي بتتكلم عليها، فبيديها بارك هدية تقدمها لداني علشان تصلح العلاقة معاها شوية. بس جو ما بتكونش مهتمة وغرقانة في جنون العظمة اللي وصلت له، فبينفعل بارك وبيقول لها انت لازم تاخدي بالك من داني شوية، دي في النهاية طالبة مراهقة ومحتاجة اهتمام. بس جو بتبرر تصرفاتها وبتقول انا محتاجة اشتغل كتير علشان اوفر حياة كريمة للطفل لما يجي يعني بعد كده عليك بخير. المهم بالليل بتطلع داني تقابل صاحبتها قدام البيت، فبيشوفها سانج اللي بيكون معدي بالصدفة وبيقرر يدخل يستنى جوه في البيت لحد ما ترجع. فبتحاول داني تكلم جو علشان تيجي تلحق المصيبة دي، بس المشكلة ان سانج بيلاحظ الحمل على داني وكان مستغرب جدا. بس قبل ما يسألها عن حاجة بتوصل جو وبتقول له ايه اللي جابك هنا، فبيقول لها هو ازاي اللي في بطنك ده يبقى ابني واحنا كنا عاملين احتياطاتنا. وبيحاول بعد كده يستعطفها بكلامه علشان يرجعوا علاقتهم مع بعض تاني، لكن جو بترفض طبعا وبتطرده من البيت خالص. وبمجرد ما بيخرج بتفضل تزعق لداني وبتقول لها انت خرجتي ليه بقى ان شاء الله، مش العهد اللي مضيتيه بيقول انك ما تخرجيش بره باب البيت. لكن وقتها بارك بيتدخل وبيهديها، وده لان داني كانت عماله بتعيط. المهم تاني يوم بيقرر بارك يجيب اكل جاهز وبيروح ياكل مع داني علشان يفرحها شويه، وبيقدم لها كمان حاجات مناسبه لحملها علشان صحتها تتحسن. وبيقول لها انا عارف انك بتحسي بالملل في البيت لوحدك طول الوقت، بس جو عندها شغل كتير ووراها التزامات زي ما انت عارفة. المهم لما بتيجي جو بتتصدم داني انها نست ميعاد الدكتور النهاردة، فبتعتذر لها جو وبتقول لها انا عندي شغل كتير النهاردة معلش روحي لوحدك. وده طبعا بيضايق داني اكتر واكتر، وعلاقتهم بتتوتر جدا لدرجة ان داني بتقول لها ان كده كده اول ما الطفل يتولد هنقطع علاقتنا ببعض. المهم بتروح داني لوحدها عند الدكتور وهي حزينة، وبتشوف وقتها الطفل بالسونار وبتبدأ بقى تعيد حساباتها من أول وجديد، لدرجة إنها بتسأل الدكتور لو كان ينفع تنزله في المرحلة دي. بس لأن الدكتور عارف الموضوع كله بيقرر يتصل على جو وبيحكي لها اللي حصل مع داني النهاردة، وبيقول لها لازم تهتم بيها الفترة دي ضروري، خصوصا إن الحوامل بيعدوا بمراحل تغيير للمزاج ولازم حد يرعاهم. المهم تاني يوم بنشوف جو خارجة من المدرسة حزينة لأنها مش هتقدر تشارك في مسابقة الرسم بسبب حملها، وبتتفاجئ كمان بسانج ظهر قدامها فجأة وبيقولها انت مش قريبة جو زي ما قلتيلي مش كده. وبيقدر بعد كده سانج ينشر فيديوهات لداني في الأخبار علشان يكشف حقيقة جو، وبتيجي أخت داني وحبيبها وبياخدوها معاهم، بس بتفضل تترجى أختها ما تعملش حاجة مع جو وإن الفلوس اللي هتاخدها منها كفاية إنهم يبدأوا حياة جديدة. لكن بتتعصب أختها جدا وبتفتح العربية وبتقول لها انزلي روحي لها لو عاوزة تفضلي معاها، لكن داني ما بتقدرش وبتضطر تروح معاهم لمكتب جو. وطبعا الاخت وحبيبها بيواجهوا بارك بالمخالفات القانونيه اللي عملتها جو في حق داني القاصر، فساعتها بتخرج جو وهي متضايقه وبتقول لداني انت هتقفي ساكته كده، انت نسيت انا عملت ايه علشانك طول الفتره اللي فاتت. فبتعيط داني من كلامها وكانت عاوزه تمشي، بس جو بتروح وراها وبتقول لها انت خططتي لكل ده من البدايه مش كده. لكن داني بتنهار وبتقول لها انت اللي اقنعتيني من البدايه ان احتفظ بالطفل، انت السبب في كل حاجه بتحصل حواليك يا جو. وبتقوم سايباها وماشيه وهي بتعيط. المهم بيطلع سانج بعدها في الاخبار وخلاص بدأ يستعيد سمعته من تاني، وشهرة جو بدأت تنخفض مرة تانية بعد الفضيحة الجديدة، واصبح كمان عليها ديون كتير جدا لانها تدفع شروط جزائية للاعلانات اللي احتالت عليهم وقالت انها حامل، لدرجة ان مدير اعمالها بيقول لها بكل اسف انها لازم تبيع البيت وتشتري واحد تاني اصغر علشان تسدد الديون. المهم تاني يوم بتقعد جو مع بارك وعيلته وباقي المساعدين، فبتكلمها وقتها مرات بارك بلهجة حادة شوية وبتقول لها ان كل اللي حصل ده بسبب شخصيتك الضعيفة، ولما الشهرة بتكون على اخرها معاكي بتنسينا وبتتغدي في افخم المطاعم، انما لما الكل بيبعد عنك والاضواء اولهم بتقرري تجيلنا احنا علشان نغذي نرجسيتك بقدر الامكان. وبيقوم كل اللي موجودين بعد كده واحد ورا التاني لان جو كانت رافضة تصدق الكلام ده عن نفسها. بنعرف بقى بعد كده ان اخت داني اديتها شوية فلوس وسافرت مع حبيبها على استراليا، وبتوصل الاخبار لبارك وكان حزين جدا على اللي وصلت له البنت المراهقة دي. اما
جو فبتقرر تبيع البيت علشان تسدد الديون، بس في الوقت ده بتاخد بالها من كشكول الرسم بتاع داني وبتتفاجئ انها موهوبة وكانت بتحبها فعلا، وبتتأكد كمان انها ما كانتش موجودة جنب داني في اللحظات اللي احتاجتها فيها، لان الحمل ده مش حاجة سهلة ابدا، ما بالك بقى على فتاة مراهقة زي دي وهي لوحدها. على العموم تاني يوم بتروح داني لدار الايتام لانها مش مؤهلة تكون ام ومحدش جنبها، وفي نفس الوقت بتكون جو بتتحرك مع بارك علشان تحضر مؤتمر صحفي تعتذر فيه للناس على كذبها عليهم، لكن اثناء الطريق بتقرر تروح تطمن على داني الاول، بس بتتصدم لما بتعرف بموضوع دار الايتام ده وبتقرر انها تروح تشوفها فين حالا، ورغم تحذيرات بارك انها ما ينفعش تفوت المؤتمر الا انها بتصمم على رايها، وبتخلي بارك يكلم مدير اعمالها يعتذر له لانها اول مره في حياتها هتعمل حاجه صح. بتوصل جو للمدرسة بتاعت داني وبتشوفها هناك فعلا، فبتاخدها علشان تسجل في مسابقة الرسم، لكنهم بيرفضوا بسبب موضوع الحمل والفضيحة اللي هي فيها، وبيفضلوا يطلبوا من جو تاخدها وتمشي من هنا، لكنها طبعا بترفض تماما. وكمان اول ما بتشوف المدرسين بيلوموا على داني بتتعصب وبتقول لهم حرام نحرم بنت زي داني من تحقيق احلامها علشان غلطة واحدة عملتها، وبتتكلم جو بحرقة وهي بتعيط وبتقول لهم ان داني استجمعت شجاعتها ووقفت قدام الكل علشان حملها، وحرام انهم دلوقتي ما يدوهاش فرصة للبدء من جديد. ووسط المشاعر المختلطة دي كلها الجميع بيتعاطف مع كلام جو وبيوافقوا ان داني تشارك في المسابقة، وبتدخل بعد كده معاها جو وبتقدم لها الدعم المناسب علشان تبدع، ومقابل كده طبعا ما بتقدرش تروح مؤتمر الاعتذار اللي معمول مخصوص علشانها. اثناء المسابقة بقى بتلاحظ جو ان عدد كبير من الصحفيين وصلوا المكان وعرفوا الكلام اللي قالته، بس مش بتلحق تستوعب الموضوع لان داني تعبت وشكلها كده هتولد دلوقتي، فبيشيلها بارك بسرعة وبيخرج مع جو علشان ينقذوا الموقف. بس لما بيروحوا المستشفى بتقول لهم الدكتورة ان داني رافضة انهم يخدروها، فبتدخل لها جو وبتحاول تطمنها ان كل حاجة هتبقى بخير، وبتعترف اخيرا وبتقول انا عارفة كل حاجة، كانت غلطتي انا من الاول، بس انا هنا وموجودة علشانك يا داني وهنربي الطفل سوا. وبتقنعها فعلا لحد ما بتولد طفل جميل وسط فرحة عارمة من جو اللي تحولت شخصيتها تماما من النرجسية المفرطة للتعاطف وتقبل الذات. وبتقرر بعد كده تتبنى داني بقى بذات نفسها وتبقى بنتها بشكل رسمي علشان تاخد بالها منها هي والطفل. لكن بعد فترة بنشوف جو بعد ما فلست وخسرت كل فلوسها لان طبعا المخرجين بقوا يرفضوا يشغلوها، لكن قدرت توقف داني على رجليها لحد ما الولد كبر شوية. وعلى العموم بيتضح ان داني لقت حبيب تكمل معاه حياتها، وحتى جو بتحاول تتعايش من جديد لما بيتقدم لها المذيع المشهور بشكل رسمي، لكنها المرة دي ما كانتش عاوزة شهرة خلاص علشان خلاص فهمت معنى العيلة الحقيقية. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لنهاية الملخص اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، واكتبوا لنا كمان لو عاوزين نلخص لكم حاجة في الفيديوهات اللي جاية. سلام.